حسن بيها انجمع، واللي بعينه شاف غير اللي سمع دلعها. دلع 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 يناسبها الدلع، حسن بيها انجمع، واللي بعينه شاف غير اللي سمع دلعها. لها رقة كلام هديلك يا حمام، لها رقة كلام هديلك يا حمام، إذا سلم سلام أحس قلبي وقع دلعها. دلع 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 آها آها. العبر لك حدود على عناد الحاسود، العبر لك حدود على عناد الحاسود، من شم الورود قلبي ماشي بعد دلعها. دلع دلع روحي دلع دلع آها آها. ما تشوفي شر يا رحومة، طبعا نسيتي حالك مع دلع احب هاي الاغنيه لان الاولاد اللي مع استاذ كاظم يجننون. بالفعل. تفجعتي هلا؟ ايه هو يقول لي يلا المخرج وانا راحت علي رقبتي طلعت عن جد. في حدا بيسأل رحمة ليش ما تقدمين البرنامج؟ أحلى شاب بيسألك، شو رأيك؟ لانه ما اعطيتك مجال تحكي يمكن. لا بالعكس، لأنه حابينك مبسوطين فيكي بالبرنامج. والله اكو مشروع انعرض علي انه اقدم برامج بس بعد يعني مش هسه. هلا كل تركيزك على الغنى بس؟ الغنى بس تنزل خلصنا وتنزل اغنية مو غلطتها مع الكليب، بعدين اكيد رح نفكر. خبرينا هلا عن الأغنية. هاي الأغنية هلا أنت أول أغنية مصورة يلي شفناها مع الفنان هيثم يوسف. مضبوط. ولكن في أغنية ثانية هلا عم بتحضريها. صح. أوكي، خبرينا عنها. وين صارت؟ خلص تصويرها وخلص كل شيء، بس الأزمة بالوطن العربي هي اللي خلتني أوقف الكليب. يعني أكيد ما راح يعني ما راح أقدر أنزل أصلا نفسيا، ما راح أقدر، أو حتى الناس ما قاعد تتابع. يعني إن شاء الله يا رب يحمي كل وطننا العربي ودائما يعم علينا السلام، لأن تعبنا من المشاكل والله. فخلصنا إن شاء الله، يعني بعد بس شوي تحسن الاوضاع، هي احتمال الشهر الجاي يعني اكيد. يعني ممكن تغني لنا منها مقطع يكون اكسكلوزيف لجمهور مرحبا ملايين؟ خلصنا؟ اكيد. خلصنا وما فينا نكفي، هيكي وبزيادة بيكفي، جرحنا بعض وقسينا وبعد، ما عرفنا شو اللي بيشفي، والله بأسف أنا عليك، تبطل حبيبي وبطل ليك، صعب الهوى معنا سوا، صدقني أحسن إلنا هيك، خلصنا وما راح فينا نكفي. شكرا. رفيف بعد مستندرة اني كمل الاغنية. عسولة والله، انك عسل يا رحمة بصراحة. شوفي كنت شوفك على التي في بس ما توقعت تكوني يعني بعد هيك، يعني الواحد يتعرف عليك قد ايه بيحبك على التلفزيون بعد بيعشقك اكثر واكثر. يعني ما بلوم كل عشائك يلي بتابعوكي، تستاهل يا رحمة كل هالجمهور واكثر بعد. طبعا هلا كمان شوي المخرج بده يهديكي اغنيه، ولكن قبل في عندي كمان كم سؤال من المشاهدين، خلينا نخلصهم بسرعه. سالتك عن بالنسبه للتمثيل، هل لو تقدم لك اي عمل سينمائي بتوافقي عليه؟
اكيد لو كان عمل يناسبني ويناسب شخصيتي اكيد راح اوافق. بالعكس انا احب التمثيل يعني. شو رايك باي مسلسلات تفضلين، السوريه ام المصريه ام الخليجيه؟ ثلاثتهم. ثلاثتهم. يعني كل مسلسل يعني السوريين عندهم طابع خاص، عرفتي شلون؟ مش جواب دبلوماسي يعني؟ لا ابدا. بالعكس يعني احيانا احب امثل بالمسلسلات الخليجيه حسب القصه حسب الهاي. والسوريه طبعا كنا نعرف الدراما السوريه كيف مأثرة علينا بحياتنا، خصوصا الدوبلاج السوري هلا انت عارف صرنا نعرف نحكي سوري يعني. صح، مثل ما عرفنا نحكي مكسيكي قبل. مزبوط. ف والمصري احنا يعني انا من اول ما ولدت وانا اشوف مسلسلات وافلام مصريه، مش كده يا باشا؟ ايوه ايوه يا بنت، تحية المخرج. تحية لمصر. اوكي، كيف هي علاقتك بالنجم الليبي ايمن الاعتر؟ وهل انت على تواصل معه الى الان؟ وممكن نسمع بصوتك واحساسك الرائعه اغنيه ابي انسان واغنيه اوعدك، فيك تختاري منهم. اوكي. طبعا هو اللي ميشا محمد تسالي كل الاسئله. اول شيء ايمن انا وياه اصحاب من ايام سوبر ستار، وايمن صديق وفي. لانه من تخيلي انت من 2004 لهلا علاقتنا ابدا ما انقطعت، وعلى طول في بيناتنا اتصالات. وايمن من الاشخاص اللي جدا مقربين الى قلبي، واوجه له تحيه واقول له انه هو وحشني هوايه. احنا بعد نوجه له اجمل التحيه. وعلاقه صداقه يعني اخويه وما تتعدى غير هيك، لانه انا كثير بحبه. هل ممكن نشوف ديو مع بعض قريبا؟ ان شاء الله، ليش لا؟ اذا اكيد يعني اتمنى يعني. يعني ايمن من الاصوات اللي بعشقها. بدنا نسمع كمان مقطع من اغنيه له بصوتك نزولا عن طلب ميشا. طبعا انت كلها حاطتها براس الجمهور. يلا. بيستاهلوا بيستاهلوا. ما بجرح ولا بخوف ولا أحزان، أبي موقف أبي كلمة، أبي موقف أبي كلمة، أبي موقف أبي كلمة، أبي موقف أبي كلمة تهز أوطاني. دخيل الله الله، دخيل الله دخيل الله، دخيل الله، أبي إنسان ما بجرح. خلاص هيك، ثانك يو. لا على الصوت الحلو الرائع والله. يعني انت بتغني مش بس صوت حلو، ايضا في احساس طبعا من دون شك. هالشيء وردتيه من الوالد، يعني لو تتربي في بيت موسيقي باذنك بتكون موسيقيه، كل شيء بيكون صح. هيك. في بالشات عم يسالوك عن اخبار رانيا، شو بتقولي لهم؟ رانيا